في الفيديو ده انا جاي اقول لك على اكتر 5 دروس انا طلعت بيهم من 2023، والدروس ديت مجربه فعلا. يعني انا اصلا جربتها، فانا مش جاي اقول لك كلام نظري تسمعه وخلاص، لا دي حاجات انت هتاخدها تروح تشتغل على طول وتعمل بيها. هم 5 دروس والدرس الخامس هو اهم درس فيهم، فتاكد ان انت تسمع الفيديو للاخر. جاهزين؟ يلا بينا. الدرس الاول اللي انا اتعلمته ان هو مفيش ولا سعاده ولا نجاح ولا توفيق ولا راحه بال ولا اي توفيق في حياتك من غير الاستعانه بالله. لازم تستعين بالله سبحانه وتعالى. وده الدرس اللي انا فعلا اتعلمته. اي نعم اتعلمته مؤخرا، بس الحمد لله ان انا اتعلمته، وهو ان تصل متاخرا خيرا من الله تصل. والدرس اللي انا لاحظته في مقوله شيخ الاسلام ابن تيميه، بيقول ايه؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول اذا اراد الله بعبده خيرا، يعني ربنا لو فاتح لك خير وعايز لك خير، الهمه الاستعانه به. يلهمك كده ان انت تستعين بربنا سبحانه وتعالى في كل حاجه في حياتك. الامام البخاري رحمه الله اللي كتب صحيح البخاري، الاحاديث المشهوره بتاعت صحيح البخاري، واللي نقل اكتر من 2700 حديث، كان ليه عاده كده بيعملها. العاده دي جميله قوي، وهي ايه؟ كان قبل ما يكتب اي حديث يتوضى ويصلي ركعتين، يصلي ركعتين اتنين بس قبل اي حديث. انت متخيل؟ يعني كتب 2700 حديث، زمانه صلى اضرب بقى في 2 بقى 2700 في 2، شوف هتطلع كام. فالفكره كلها هي الاستعانه بالله. هو حتى قبل ما يكتب الحديث كان بيستعين بربنا سبحانه وتعالى ان هو يوفقه ان هو يكتب الحديث. فانا عايز اذكر نفسي بالدرس ده وافكرك انت كمان ان انت ان شاء الله تبدا تعمل كده. قبل ما تعمل اي حاجه في حياتك تتوضى وتصلي ركعتين، او ان انت تستعين بالله سبحانه وتعالى وتقول يا رب توكلت عليك اعني على الحاجه اللي انت رايح تعملها دي، سواء هتقعد تذاكر او هتنزل شغل، ايا يكن الحاجه اللي انت رايح تعملها. اسال ربنا الاستعانه الاول والتوفيق، بعد كده اتوكل على الله وروح اعمل الحاجه اللي انت رايح تعملها دي. ننقل على النقطه رقم 2. ننقل على النقطه رقم 2. الدرس الثاني اللي انا عايزك تتعلمه هو مبدأ يومك يومك. يعني ايه يومك يومك؟ يعني ان انا اركز على اليوم بتاعي بتاع النهارده بس، ما افكرش امبارح ولا افكر في بكره بعد كده ايه اللي هيحصل، ولا السنه الجايه ولا الشهر الجاي. انا دايما بفكر في اليوم بتاعي بس. والمبدأ ده بصراحه من المبادئ اللي ساعدت ان انا ما يبقاش عندي ضغط خالص، ولا ان انا مزنوق، ولا ان انا ستريس، لا ما كانش فيه الكلام ده. اللي هو انا ماشي مرتاح بفكر في يومي بس، ماليش دعوه باللي جاي، ما عنديش قلق ولا عندي خوف. الدنيا كانت ماشيه كويس. حتى الخطه بتاعتي بتبقى خطه اليوم. يعني قبل ما انام بجهز بكره ان شاء الله هعمل ايه من الصبح لحد بالليل، وابدا امشي على الخطه بتاعتي. يبقى انا المدير بتاع يومي، انا المتحكم في يومي مش يومي اللي متحكم فيا. والمبدا ده انا قريته من كتاب مشهور جدا اسمه لا تحزن لدكتور عائد القرني. بس كده. فانا عايزك تبدا تطبق المبدا ده في يومك، ان انت تركز على يومك بس، ما تفكرش في اي حاجه تانية. ولو لا قدر الله حصل وصحيت متاخر، استغل ما تبقى في اليوم. باقي 5 ساعات 6 ساعات استغلهم. اللي انت كنت هتعمله الصبح اعمله بالليل، مش مشكله. المهم ما تطلعش من يومك الا وانت مستفيد منه باقصى استفاده. ندخل على الدرس الثاني. الدرس الثالث هو الالتزام. لازم تبقى شخص ملتزم. مفيش حاجه اسمها مسلم مش ملتزم. كويس جدا انت حطيت خطه ورسمت بلان وعرفت الخطوات بتاعتك، هعمل كذا الصبح وهعمل كذا الظهر وهعمل كذا العصر ومش عارف بعد العشاء هعمل كذا، وفي الاخر ما عملتش حاجه. وده الدرس اللي انا اتعلمته مؤخرا. مفيش حاجه اسمها كسل، مفيش حاجه اسمها ماليش مزاج، لان ربنا في القران امرنا بكده، والرسول صلى الله عليه وسلم برضه امرنا بكده. والمبدا ده زاد معايا قوي بعد ما سمعت الفيديو ده للبروفيسور الدكتور علي حسيب. هي طبعا لا شك اي حاجه بتوفيق ربنا 100%، لكن ان كان هناك سبب فانا عودت نفسي ما اسيبش النجاح لمزاجي. مش نفسي اذاكر كسلان، نفسي اروح الشغل اروح كسلان مفيش كده خالص عندي خالص. الصح اروح له سواء انا كنت متحمس له او مش متحمس له تماما. فده باختصار بنصحكم كلكم بكده، ما تسيبش نجاحاتك لمزاجك. ننقل على الدرس الرابع. الدرس الرابع هو غض البصر. لازم تتعلم ان انت تغض بصرك، ودي من الحاجات الجميله جدا ان انا بدات اعملها مؤخرا، وبدات احافظ عليها بقى. اللي هو مش بغض بصري النهارده وخلصت، لا ده كل يوم. وبفكر نفسي الصبح خد بالك النهارده هنغض بصرنا. اي نعم ممكن تيجي في نص اليوم في حته من اليوم كده تلاقي نفسك بصيت وبتاع، مش مشكله. بس انت في غالب اليوم لا، انت غض بصرك والدنيا زي الفل معاك. لان مشكله غض البصر، في واحد يقول لك يا عم ده ذنب عادي، انت خليته ده ليه درس اتعلمته في حياتك ومش عارف ايه، ومكبر الموضوع ليه. لان غض البصر بيجر بعده حاجات كتير قوي. سبحان الله اغلبيه الذنوب اللي احنا بنعملها بسبب موضوع غض البصر. فانت لو غضيت بصرك من الاول انت هترتاح، لانك ما شفتش حاجه، وبالتالي هتلاقي نفسك سبت ذنوب كتير جدا كنت بتعملها، سبتها وارتحت منها. ومن الحاجه اللي جميله جدا ان انا بدات اعملها مؤخرا عشان خاطر احافظ على حته غض البصر ديت، ان انا اركز مع اي جماد. ما ابصش بقى، اركز مع اي جماد وانا ماشي. اللي هو عربيه معديه ابص عليها، او ابص في الشارع وانا ماشي، ابص في الارض. اي نعم صعبه بس هتريحك كتير. موتوسيكل معدي بص عليه، عصفوره زي ديت مثلا بص على العصفوره وركز معاها.
المهم على قد ما تقدر حاول تغض بصرك. الدرس الخامس اللي انا عايز اتكلم معاكم فيه هو باب اسمه باب بر الوالدين. باب بر الوالدين ده يعتبر من اهم الابواب اللي ساعدتني في حاجات كتير قوي في حياتي، لان ده باب رزق مهم جدا. للاسف معظمنا مش واخد باله منه، او للاسف معظمنا مش مركز معاه اصلا. تعرف ان انت ممكن ربنا يفتح لك ابواب رزق كانت مقفوله تتفتح بسبب ان انت بريت اهلك، ابوك وامك، لما يقولوا لك حاجه بقيت بتسمع كلامهم، بقيت بترضيهم، بتبسطهم، فربنا يفتح لك ابواب رزق كانت مقفوله. وده حصل معايا من كام يوم. كان عندي شويه حاجات عايز اعملها، والدتي طلبت مني حاجات تانية اعملها في نفس الوقت اللي انا عايز اعمل فيه الحاجات بتاعتي. انا قلت لا، انا هفضل الحاجات اللي والدتي عايزاها على الحاجات بتاعتي انا. سبحان الله، ربنا بعدها كرمني بكرم انا ما كنتش اتخيله، وجالي رزق كتير انا ما كنتش برضه يعني ما كانش في حسباني. كل ده بفضل بر الوالدين. فده درس مهم جدا ان شاء الله مكمل معايا بعد كده ان شاء الله لاخر حياتي، هو درس بر الوالدين. ما توقفش بر الوالدين. طلبوا منك حاجه حاضر، طلبوا منك شغل وانت ما وراك شغل، اعمل شغلهم هم وسيب شغلك دلوقتي. ربنا هيعوضك وهيوفقك في الشغل اللي انت رايح تعمله بعد كده. ربنا سبحانه وتعالى قارن العباده بتاعته ببر الوالدين. ربنا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. رقم 2 على طول وبالوالدين احسانا، تحسن معامله ابيك وامك. بس كده ده كان نهايه الفيديو بتاعنا. طبعا دول مش الخمس حاجات بس انا اتعلمتهم، ده في اكتر واكتر، بس انا ما رضيتش ازود يعني عشان خاطر ما نطولش وقت الفيديو. لو انتوا عايزين نكمل ان شاء الله عرفوني تحت بس في الكومنتات وانا اعمل لكم جزء تاني ان شاء الله. حاجه مهمه برضو عايز اقول عليها، ان انا عايزك تحت في الكومنتات عرفني ايه الحاجات اللي انت فعلا طلعت بيها من 2023 والحاجات اللي انت اتعلمتها وان شاء الله هتكمل بيها في حياتك. يا ريت تعرفني تحت في الكومنتات. ولو عندك اي سؤال او استفسار سيبوا لي برضو تحت في الكومنتات وان شاء الله هرد عليه. طبعا اهم حاجه ان انت تعمل بالكلام اللي احنا قلنا النهارده ده. الكلام ده للعمل على طول، مش مجرد كلام احنا جايين نتكلم شويه وخلاص، لا، الكلام ده تطبيق عملي. يعني خده وروح اتوكل على الله واشتغل على طول. ربنا يا رب ينفع بينا وبيكم. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب على قناه اليوتيوب، وطبعا تعمل فولو لو انت على صفحه الفيسبوك. واستنى فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.